كنت جالس أقرأ في قول الله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه، فشوي استغربت ما الحكمة من قوله عز وجل كل ما سألتموه؟ ما قال مثلا من بعض ما سألتموه أو من جل ما سألتموه. هذا الاستغراب كان بينجلي وبيختفي تماما إذا كانت الآية من خير ما سألتموه، لأن في بعض المرات الواحد منا ممكن أنه يدعي لشيء معين، يريد هذا الشيء بإلحاح كبير، ويكون هذا الشيء بالنسبة له شر، وشر مطلق بعد، فيصرفه الله عن هذا الشر. إلى أن أدركت حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال أن الله لا يستحيي من العبد أن إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا. تخيل الله عز وجل يستحيي منك أن يرد دعوتك فاضية. أحد الصحابة مرة سمع من النبي عليه الصلاة والسلام بأن ربنا يضحك، فقال له يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال والله ما عدمنا الخير من رب يضحك، فما من الحرم من الخير إذا كان ربنا عز وجل يستحيي منا. بس كيف آتاكم من كل ما سألتموه وفي بعض الدعاوي اللي نحن ندعيها ما تكون مستجابة؟ هذا الظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من دعوة يدعوها العبد لم يكن فيها شر ولا قطع رحم إلا أعطاه الله إحدى هذه الثلاثة: أن يعجل لدعوته في الدنيا، أو أن يدخرها له في الآخرة، أو أن يصرف عنه شرا بها. فاطمأننت لقوله عز وجل وآتاكم من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.